خواتاتي غادي نشوفوا في هذا الفيديو كالغوري مازال عنده عقلية ديال السبعينات، مازال كيعاود ديك الأسطوانة المشروخة التي عفى عنها الزمن. حق التقرير بصير البوليزاريو عضو مؤسس الاتحاد الإفريقي، ملف البوليزاريو في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار وإسرائيل والمخزن، ولكن لقى مغربية شرشماتو وخا الصحفية ما عطاتهاش حقها في الكلمة. لا حول ولا قوة إلا بالله من هاد الناس. ما نطولش عليكم خوتي خواتاتي، نخليكم تشوفوا الفيديو وما تنساوش تفاعلوا معنا بالاشتراك والإعجاب وشكرا. تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي أثاره حديث العاهل المغربي في خطاب عيد العرش عن العلاقات مع الجزائر، إذ أعرب الملك عن أمله في عودة الأمور إلى طبيعتها وفتح الحدود بين البلدين. وانقسمت الآراء بين من دعا الجزائر للاستجابة للدعوة وبين من رفضها ممثلا بوسم طلبك مرفوض. كانت الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 2021، تبعها وقف الغاز إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية، ثم منع الطائرات المغربية من عبور المجال الجوي الجزائري. فإعلان الرئيس الجزائري في مارس آذار الماضي أن القطيعة وصلت إلى نقطة اللا عودة زاد التوتر مع دخول إسرائيل على الخط فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. فما الذي يمنع عودة العلاقات بين المغرب والجزائر؟ ما الذي يعرقل عودة العلاقات من وجهة نظرك إلى طبيعتها كدولتين جارتين؟ إن هذا الصراع بين المغرب والجزائر هو صراع طويل، وعلى أساسه قامت دولة الجزائر بداية من تاريخ تأسيسها، حيث نشأت على يد المستعمر، وقام المستعمر بالاقتطاع من الأراضي التونسية والمغربية. المغرب يريد إعادة ترسيم حدوده، والجزائر افتعلت مشكل بالصحراء الغربية لمنع المغرب من المطالبة بالصحراء الشرقية. كانت هناك حروب، بداية حرب الرمال في عام 63. نعم 1963. شكرا، 1963. وأصل المشكل يعني بعد حرب الرمال تراجعت العلاقات، لكن بعد الأحداث الإرهابية التي وقعت في الجزائر المغرب أغلق حدوده وفرض تأشيرة على الجزائريين حماية لأمنه ولأمن البلاد. الجزائر من تلك ردة الفعل بنت هذا الحقد وبدأت تدرسه في المناهج وفي الدروس للتلاميذ. هذا الصراع يستحيل أن يقف عند هذا الحد إلا بتغير النظام وولادة نظام جديد. طيب خلينا يا خولة نتوقف عند هذه النقطة بداية، لأنه المحاور عدة في واقع الحال، لكن أريد أن أرحب الآن بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من الجزائر العاصمة الأستاذ وليد بن قرون، عضو حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر. أهلا بك ومرحبا معنا. يبدو أن هناك في البداية فقط للتنويه هناك تأخر في وصول الصوت بعض الشيء، ربما لثوان عدة، ل6 ثواني على ما أعتقد، يعني أرجو ألا يعيق هذا يعني تدفق الحوار. لكن دعنا في البداية بعد الترحيب بك أسألك عن هذا الخطاب هذه المرة وهذا التكرار في الحديث عن عودة العلاقات وفتح الحدود. ما هو واقعه لديكم في الجزائر العاصمة ولماذا لم يصدر رد فعل رسمي حتى الآن؟ أولا نحن نعتبر في الجزائر خطابات العاهل المغربي هي مجرد ذر للرماد في العيون. فالعاهل المغربي طالما يعني ادعى وتغنى بحسن الجوار أو غيره مثل هكذا يعني خطابات فارغة وجوفاء، لأننا عندما نقارن ما بين الخطابات والأفعال فهنالك تناقض صارخ. وخطاباته هذه موجهة للرأي الدولي على أنه يريد تصوير المغرب على أنه يمد يد السلام، لكن الذي يمد السلام لا يأتي بالصهاينة ولا يقتل ولا يحتل أراضي يعني الشعوب وأراضي دول شقيقة على غرار الأرض الشعب الصحراوي الشقيق العضو في الاتحاد الإفريقي العضو المؤسس كذلك، ولا يأتي بالكيان الصهيوني إلى الحدود يعني الجزائرية، ولا يذهب لإقامة مناورات عسكرية في تعد صارخ للأعراف والممارسات العربية
كأول كيان مخزني أو أول نظام عربي يذهب لإقامة مناورات عسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. طيب. وهذه الخطابات هي مجرد خطابات موجهة للاستهلاك الدولي وليس للشعب الجزائري، ولا يمكن أبدا أن تعود العلاقات الجزائرية المغربية مهما حدث. وتاريخه كله عمالة وخيانة منذ بداية مقاومة الأمير عبد القادر الذي حاصرته الجيوش المغربية وقدمته يعني على طبق لفرنسا، إلى خيانة الملك بوخوس في خلال الدولة الفينيقية، إلى خيانة الملك بوخوس في خلال الدولة الفينيقية. دخلنا عليك والله ما فراسك وما قلتي لي دابا وشو الوقت كيدير. كل تاريخهم عمالة وخيانة للجزائر إلى غدرهم خلال حرب الرمال. كلمتنا تاع الدرجة حقرونا يا إخواني، حقرونا. لا ما حد ما يعطينا طريحة لا في 63 ولا في 99. هذا كابوس نتاع تاريخ. احنا نفضل نسامح، ندور الأوراق، ما ننساش باش انت ما توقفش وتقول حقرونا. لا، ربما قالها رئيس الدولة حين ذاك في اندفاع قوية، قال حقرونا. كل تاريخ المخزن المغربي كله عمالة وخيانة وغدر لجيرانه. فالآن ننظر إلى تدني الأسهم المغربية على مستوى بورصة سياسية. كل العرب عبر السوشيال ميديا سواء الأشقاء في مصر أو في تونس أو حتى في الخليج يشجبون ويدينون ما قام به المغرب من تطبيع سافر. طيب. تمين دبرتي على الزمر منين؟ الزمر السيمانه الفايته طاح واحد الكاميو كان دايز من الطريق ودابا راه ولف. خلينا نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، لأنه هناك من يرد عدو الأمة ومغتصب الأرض العربية المقدسة. أستاذ وليد، هناك من يرد على هذه النقطة ويقول أنه يعني هناك دول عديدة عربية مطبعة مع إسرائيل ومنذ فترة، والجزائر يعني تتمتع بعلاقات جيدة معها. لماذا تثار هذه المشكلة أو التخوف الآن من المغرب عندما يتحدث عن علاقات جيدة مع إسرائيل؟ نعم، على إسرائيل أن تصفي حساباتها مع تلاميذ الجزائر. تلاميذ الجزائر هم حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحركة حزب الله. هؤلاء هم تلاميذ الثورة الجزائرية. إيه ده المجتمع ده. على الكيان الصهيوني أن يصفي حساباته مع تلاميذ الجزائر ثم يأتي للحديث مع الجزائر. وعلى المخزن أن يصفي حساباته مع الجيش العربي الصحراوي الذي لم يستطع حسم المعركة معه طيلة هذه العقود. كاين خبر رسمي باللي راهي الأمور ماشية في صالحنا 1000%، في صالح الجزائر 1000%. أنا ما قلتش راح يخرج بيانه 1000%. كان جيتوا لزوريخ نهار اللي ربعه وزلزلتوا الدنيا، الخميس الصباح الإعلام ديريكتومون الجزائر حق الجزائر. دعنا نستمع لبعض الآراء من المشاركين معنا عبر خدمة الزوم. أعود إليك ربما تعقب، وإن كنت لم أحصل على بعض إجابات صريحة عن بعض ما طرحته من أسئلة، ولكن على أي حال هناك من المتابعين من يرى بأن الجانب المغربي حقق بعض النجاحات، يعني ربما كما يريد البعض أن يصفها دبلوماسيا فيما يتعلق بهذه القضية، لأنه استطاع أن يحصد المزيد من الموافقات سواء كانت ضمنية أو بشكل مباشر كما الحال أو الاعتراف مثل الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بهذه القضية. يعني ألم يأن الأوان ربما يقول قائل للجزائر أن تتعاطى مع هذا الأمر بشكل أكثر واقعية؟ أولا قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، ملفها موجود على طاولة الأمم المتحدة، والجمهورية العربية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، وكذلك معترف بها من طرف عشرات الدول في العالم. بس هناك دول إفريقية جمدت هذه العضوية خلال الفترة الماضية قبل كل شيء.
على سبيل المثال، من هي هذه الدول؟ أهي جنوب إفريقيا؟ أهي نيجيريا؟ أهي الدول الكبرى؟ هي مجرد كذلك دويلات لا وزن لها، لكن الغالبية الساحقة من الدول الاتحاد الإفريقي، الجمهورية هذه الصحراوية يبدو أنها الآن لا تتمتع إلا باعتراف 40 دولة عضو في الأمم المتحدة. مع الجمهورية العربية الصحراوية. هل استمعت لما قلت؟ يعني هناك تراجع كبير يعني الآن على المغرب احترام الشرعية الدولية، على المغرب احترام الشرعية الدولية واحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي تطالب هيئة الأمم المتحدة في عدة قرارات بضرورة تقرير مصيره والكف عن استغلال ثرواته وتقتيل شعبه وانتهاكات حرمات هذه الدولة العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي والمعترف بها من عديد الدول الكبرى في العالم. أنا حزين. والله العظيم 3 حزين جدا. أولا الحديث عن تقرير المصير، قبل ما أستاذ راجع معلومات في التاريخ وفي العلاقات الدولية، أنا طالبة علم سياسة وعلاقات دولية. قبل ما تهضر على تقرير المصير، راه فاش كنهضروا على تقرير المصير خصو شروط. اسمع مزيان، اسمع تقرير المصير عنده شروط، وشروط تقرير المصير هو المعاملة بعنصرية، ودوك الناس ما يكونش عندهم حقوق. اسمعي طب معلش يا استاذ وليد فضلا فقط نعطي لها الفرصه لثواني بسيطه ثم نعود اليك. نفسك لا توجهي لاسيادك. راجع دروس التاريخ وراجع. اذا تم الحديث هكذا لن نستمع لاي من الطرفين ولن يستفيد المشاهد على الاطلاق. فلحظه واحده تفضلي يا خولة سريعا. طيب تقرير المصير عنده شروط، وميثاق الامم المتحده تمت صياغته بدقه كبيره. طيب ميثاق الامم المتحده ينص على تقرير المصير، في المقابل ينص على احترام سياده الدول. البوليزاريو هو شرذمه من الارهابيين يجندون الاطفال، يتاجرون بالمخدرات. قامت الجزائر بجمع مجموعه من الناس. طيب لا نريد وصف جهه بعينها هذا الذي يزعج المخزن الان. المخزن وجد نفسه محاصرا جويا وبريا وبحريا، لا متنفس له إلا المحيط الأطلسي أو إسبانيا، هذا هو متنفسه. جنوبا محاصر بالجيش الصحراوي الذي لم يستطع حسم المعركة معه، والله ينعل ما يحشم. وشرقا محاصر بأطول حدود في المنطقة ما بينه ومن بين الجزائر التي تحاصره برا وجوا. لا مصلحة لنا أصلا مع نظام خائن للأمة. كيف تكون لنا مصلحة مع نظام يطبع مع الكيان الصهيوني ويجري معه مناورات عسكرية، والجزائر ترافع من أجل فلسطين وتراهن وتغامر وتدعم فلسطين ماديا ودبلوماسيا وبكل الطرق المشروعة. آخر أنا في الطوالة تاني مخرة أعطونا ذمة باش نقيسوا الماء على خرانا، بعد صوفوا ليبيا وتونس ولا صوفي بلاد ما عندهمش. احنا ما عندك باش نقيسوا على خرانا نحوسوا نصوفوا الناس. يعني أصبحنا أضحوكة في العالم بأسره. دولة يعني في عام 2023 يركع شعبها لشخص. هذه لم تعد موجودة، هذه ذهبت في القرون الوسطى. نحن غرباء عكن إليك عانية، عبادك اليمانية كيما نحك الثانية. نحن غرباء نحن غرباء نحن غرباء عكن إليك عانية، عبادك اليمانية كيما نحك الثانية. نحن غرباء عكن إليك عانية. لبيك لا هم همل، لبيك يحدون الأمل. الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك. لبيك لا هم هبل، لبيك نحدون الأمل. لبيك لا هم هبل، لبيك نحدون الأمل. الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك. لبيك لا هم هبل، لبيك يحدون الأمل. لبيك لا هم هبل، لبيك يحدون الأمل. الحمد لك والشكر لك وكلنا نخضع لك.
لبيك اللهم هبل لبيك اللهم هبل لبيك اللهم. تلك طقوس البيعه قديمه ازليه مازال ما جات الجزائر كاينه. وثانيا ما تهضر على تقرير المصير تتقرر مصير شعب القبائل. ما عرفت نتوما هاد التخلف وهاد الازدواجيه وهذا النفاق في المواقف. انت عندك القبائل وعندك الازواج وكطالب بتقرير المصير في الصحراء المغربيه وكتدعم وحده تايوان. اخواننا القبائل هم من وتقرير مصير شعب القبائل يتعرض للاحترام سنويا ولا تتخذون. لا ويبدو اننا لا نستطيع ان نستمر هكذا لانه لا احد يستطيع ان يتفهم الحوار الدائري الان. شكرا يا خوله. خوله سأعود اليك عذرا. اتحدث ياخذ لي وقتي. خوله سأعود اليك بعد قليل.